يا مساء الأنوار. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع غريب شوية أو ممل شوية، أو يعني خليني أقول إن احنا هنتكلم بنظرة مختلفة ليه شوية. هنتكلم عن الروتين، وزي إن الروتين ده يعني من الأساس في التربية، إن احنا عشان نربي شخص يعني مستقر بنسبة كبيرة، محتاج جزء كبير جدا جدا من ان احنا نعلمه الروتين عشان نعوده يبقى شخص، او نربي فيه قيمة الحرية وقيمة المسؤولية. لازم 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 يكون عنده روتين. مش هينفع اجي لطفل انا كل يوم معيشاه في حياة مختلفة، بقوانين مختلفة، بقواعد مختلفة، بسيستم مختلف او نظام مختلف، واجي اقول ومتوقع منه ان هو ينمو بشكل متزن. دي اكتر حاجة يعني بتبقى مدمرة للطفل صراحة، ان ما يبقاش عنده روتين في حياته، او ما يبقاش متوقع يومه هيبقى ماشي ازاي. الروتين دايما يعني الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتوصي دايما إن الطفل عشان ينمو لسلامته الجسدية والنفسية والعقلية محتاج إن هو يبقى عنده روتين واضح وصريح، وعلى الأقل روتين ل4 محطات في يومه، يعني 4 أوقات في يومه. برضو مونتسوري برضو بتبقى شايفة عشان نساعد الطفل ونزرع عنده قيمة الحرية ونربيه ان هو يبقى شخص حر، محتاج يبقى عنده برضو روتين في يومه. وبتشوف ان الروتين بالنسبة في المونتسوري الروتين يعني حرية للطفل. نظرية التعلق برضو بتبقى شايفة ان من الحاجات ان احنا نوصل بيها، عشان نوصل بيها للتعلق الآمن عند الطفل، ان احنا نربيه برضو، نستخدم الروتين كجزء كأداة ان هي توصله ان هو ما يبقاش قاعد متوتر ومنتظر طول اليوم ايه اللي ممكن يحصل. قاعد متأهب طول اليوم، جهازه العصبي يبقى مجهد ومنهك طول اليوم. فالروتين حاجة مهمة جدا. انا عارفة ان دي حاجة بتبقى شوية رخمة علينا، احنا نفسنا جات لنا فترة بنبقى عايزين، يعني انا نفسي جات لي فترة كنت حاسة شايفة ان الروتين ده حاجة معطلة وحاجة مملة وحاجة سخيفة وحاجة بتخنق وكده. بس كل ما قريت اكتر في التربية وفي علم النفس وفهمت اكتر ازاي ان الروتين عشان اساعد الاهل والولاد ان هم يستغلوا امكانياتهم، لازم يبقى فيه روتين. طول ما انا مش واضحه في يومي، مش واضحه، الطفل مش حاطاله قوانين او حدود واضحه يتحرك فيها، طول ما هو هيبقى طول اليوم معتمد على حد كبير بنسبه كبيره عشان يقوله انت محتاج تعمل ايه وما تعملش ايه، ومحتاج ياخد الاذن من الكبار عشان يعمل ايه وما يعملش ايه، فما عندوش مساحه ان هو يتحرك بيها. وشايف ان اليوم بتاعه على حسب، يعني هيمشي على حسب دماغ الناس اللي حواليه. والله النهارده بابا وماما رايقين فهم النهارده هيوافقوا على كل الحاجات. النهارده بابا وماما مزاجهم مش رايق، فالنهارده اليوم يعني معظم الحاجات مش هنعرف نتفرج على التلفزيون، مش هنعرف نلعب، مش هنعرف نعمل الحاجات اللي احنا نفسنا نعملها. فالروتين ده بحسه كأنه الحاجة اللي بتحمينا، بتحمي الأطفال مننا صراحة، وكمان بتساعد الأطفال إن هم يبقوا مستقلين بذاتهم، يعني ما يبقوش معتمدين في كل خطوة علينا. في أطفال كده طول ما هم قاعدين بي بتلاقيه تطلب منه أي حاجة يبص لمامته أو باباه كده، اللي هو قبل ما يوافق. مش عارف، هو مش عارف. دي بتقول ان الطفل ده ما عندوش اسس واضحه، مش لازم ياخد الاوكي من اي حد حواليه، مش عارف ايه المسموح وايه اللي مش مسموح، الحدود بالنسبه له مش واضحه. دي الحاجه دي من يعني مشاكل عدم وضوح روتين او عدم وضوح الروتين. بالتالي هيبقى في قواعد واضحه، فبالتالي ما فيش قواعد واضحه، ما فيش روتين واضح، فحياة الطفل ماشي على حسب مزاج المربي اللي بيربيه. الحاجة التانية بتخلي في الأطفال اللي بتميل لل اللماضة شوية، أو إن هم يكسروا القوانين أو كده. طول اليوم هتلاقيهم لما انت مثلا النهارده انت مش باين بقى، انت كل يوم عندك كأهل كل يوم عندك روتين مختلف في يومك للطفل. فهو النهارده انت قلتي مثلا
إحنا النهارده هتتفرّج على يعني مش هتتفرّج مثلًا على الشاشات، هو عارف إن هو في أيام مش عارف المقياس اللي أنتِ بتقيسي بيه، عارف إن في أيام بتوافقي، فهيقعد طول اليوم يفرُك معاكِ. يا ماما الله يخليكِ، طب فمثلًا هتوافقي 5 دقايق، طب نخلّيهم 10، طب توافقي على 10، طب نخلّيهم 15، طب نخلّيهم نُص ساعة، طب نخلّيهم ساعة. فطول اليوم هو بيبذل طاقة ومجهود جبار في إن هو يوصل للي هو عايزه. في حين إن إحنا لو عندنا مثلًا، يعني هو طاقته هنا ضايعة كلها على المفاوضات بس، لكن لو هو عارف إن أنا هاصحى من النوم والله هاعمل هادخل الحمام، هاخد الشاور بتاعي، هاغسل سناني، هاصلي أو هاكل، هاعمل حاجات المطلوبة مني في البيت. بعدين هيبقى عندي وقت الشاشة مثلًا النهارده عندي ساعة مثلًا اليوم بتاعي فيه وقت الشاشات، فأنا عارف إن عندي الوقت بتاعي من كذا لكذا، فيوم ما هتقولي أنا هاقفل، يعني أنت زوّدت الوقت بتاعك، فأنا هاقفل الشاشة، فخلاص أنتِ، يعني هو مش هيحس بقى إن هو ياه! ده أنا شخص مضطهد وأنا النهارده ماما ما بتحبنيش، لا، لأ، هو إحنا اتفقنا من الأول، الروتين واضح إن إحنا هنعمل 1، 2، 3، فده بيخلّيه بدل ما هو مركّز في إن هو يقعد يتفاوض معاكِ طول اليوم، هو بيقعد يركّز في اللي هيعمله، في اللعبة بتاعته، في النشاط بتاعه، عارف عارف أنا ورايا إيه بعد شوية، فجهازه العصبي هادي، مش يعني عارف إن أنا والله بعد الغدا هاعمل 1، 2، 3، عندي تمرين اليوم الفلاني، هنخرج بالليل في يوم الخميس مثلًا بنخرج بنعمل حاجات معيّنة، فعارف اليوم بتاعه ماشي إزاي. يعني مش هيقعد بقى يقاوم، فبالتالي لو إحنا صاحي من النوم وأنتِ نايمة، هو متعود إن هو يصحى يعمل 1، 2، 3، هيصحى وأنتِ نايمة مع الوقت، طبعًا ده مش من أول ما بننفذ الروتين، بعد مثلًا 6 شهور مثلًا سنة هتلاقيه بيصحى لوحده، يدخل الحمام، يجهّز الحاجات، يقعد يلعب لوحده شوية، هو عارف إن ده اللي مطلوب، لو هو هيروح المدرسة فهو هيصحى يجهّز يبدأ يلبس، يدخل الحمام يلبس، ما فيش مقاومة كتير، هو عارف أنا باصحى باخد الشاور بتاعي، بعد كده بالبس بانزل. في الأول أنتِ بتساعدي، لمّا بيكون سنّه صغير، لمّا بيكبر هو هيعمل الحاجات دي لوحده. مش هتقعدي بقى كل يوم الصبح لو أنتم مش متفقين على روتين، ولو أنتم مش ثابتين على حاجة، كل يوم الصبح هتصحوا من النوم هيبقى الوقت ده وقت خناق بدل ما هو وقت بداية يوم كده على هدوء، لأ إحنا كل يوم بنصحى نتكلم، لأ أنا مش عايزة آخد دُش، لأ أنت لازم تاخد دُش، لأ أنا مش عايز أفطر، لأ أنت لازم تفطر، كل يوم هتلاقوا يعني خلاص أنتم بتحطوا الروتين، بنتعب في تنفيذه في الفترة الأولانية بس، بعد كده بنرتاح بعدين. فدماغه بدل ما بتقعد تفرك في إن هي إزاي تكسر إزاي تزوّغ من المهمة دي، هي بتركّز إن هي إزاي تنفّذ، فبالتالي إحنا وفّرنا الطاقة الرهيبة اللي بنقعد نبذلها في إن إحنا بنتفاوض وإن هو يقعد يفكّر هاخلع إزاي بقى من الموضوع ده، إن هو بيركّز إن هو إزاي ينفّذ المهمة، فبالتالي قدراته الجسدية بتبدأ تنمو، قدراته العقلية بتبدأ تنمو، عشان هو متطمن إن ما عنديش option إن أنا ما اعملش الحاجات دي، هو خلاص باجي لهم يمين، باجي لهم شمال، هم كده إيه، مش يعني هاعمل الحاجة دي. وطبعًا ده مش معناه إن إحنا يعني بيبقى ماشيين طول اليوم بالورقة والقلم، لأ، هو مثلًا الروتين بنبدأ بيه غالبًا في وقت قبل النوم، عشان ده بنبدأ نهيّئ الجسم بتاعنا للنوم، فده غالبًا بتبقى دي أول يعني فقرة في اليوم بنبدأ بيها الروتين، روتين قبل النوم مثلًا كل واحد بقى والله الروتين بتاعه مختلف، بس مثلًا بنحكي بعد ما بندخل الحمام، نغسل سنانا، ندخل على السرير، نبدأ نلعب شوية في الأوضة، بعد كده نقرأ قصة، نقول الأذكار، نبدأ ننام، خلاص جسمه بيبدأ يتعود بعد كده once إن أنتم دخلتوا أوضة النوم أو عملتوا قرأتوا القصة في أي مكان هتلاقيه بدأ يروح في النوم خلاص بعدها. يعني دماغه بدأت خلاص ما تفركش، لأ أنا مش عايزة أنام دلوقتي، لا، لأ، لأ خلاص هو ميعاد النوم جه، من غير مش بالساعة، هو إحنا بالactivities يعني بالذات السن الصغير بنعمل النشاط، بعديها بنلاقي نفسنا الطفل بيلاقي نفسه خلاص أنا أول ما هادخل الحمام هندخل الأوضة أوتوماتيك من غير ما تقولي له ده ميعاد النوم، هو عارف إن ميعاد النوم كده قرّب، خلاص يعني جسمه بيبتدي يستجيب مع الوقت فبيهدى. الحاجة التانية ده روتين قبل النوم، وروتين أول ما بنصحى من النوم برضه،
بيبقى مثلا بندخل الحمام، كل واحد بقى على حسب الشاور بتاعه اليومي بيبقى قبل الصبح، قبل اول ما بيصحى ولا قبل ما بينام. بنبدأ نفطر ونجهز. برضو الحاجات البسيطة دي بتشيل عنك انت بقى مجهود كبير جدا في اعمل ده ولا ده يا ماما. لا، هو انت هتبص على الروتين. لو طبعا الروتين بتبقى حاجة حلوة جدا، عشان الطفل بدل ما انت كل شوية تقولي له روح شوف الروتين، فخرجت انت من سلطة القانون، او انت كأب من ان انت تقعد تقول له اعمل وما تعملش. لا، هي الورقة اللي احنا قعدنا عملناها في يوم، علقناها، هي الورقة دي اللي بتقولك انت المفروض تعمل ايه في يومك. مش محتاج بني آدم يقولك تعمل ايه. في نفس الوقت برضو الطفل بيبدأ يعتمد على نفسه، عشان هو خلاص بقى بيشوف الورق، بقى بيشوف هو مفروض اعمل ايه بعد ايه، فبيروح يراجع ده، يخلص بقى عنده وقت فراغ في يومه، بيعرف بقى ساعتها هو يتحرك فيه براحته بحرية. بس في أساسيات في يومنا عملنا فيها الأساسيات، الروتين. ما الروتين نظم كده اليوم، فبالتالي هو جهازه العصبي هادي، مش قاعد قلقان ومتوتر مستني يا ترى ايه اللي هيحصل اللحظة الجاية، ايه اللي هيحصل بعد شوية، يا ترى ماما هتقول لي ايه دلوقتي، يا ترى المصيبة جاية لي من فين. فلما ببقى قاعد متحفز زي كده، دايما بقول لهم زي كده لما احنا كأمهات، يعني انت عارفة بكرة هتعملي اكل ايه. فلما بتبقي عارفة بكرة هتعملي اكل ايه، حتى لو الحاجة مش موجودة، بس انت بتبقي هادية، خلاص انا عارفة انا هصحى من النوم هعمل واحد اتنين تلاتة. فبتبقى دماغك هديت، انا مطلعة ويا سلام بقى لو انت مطلعة كمان الحاجات بتاعتك من بالليل، فانت عارفة الاكل اللي هيتعمل اليوم ده، فدماغك بتبقى هادية. غير لما بتقعدي تبذلي مجهود صاحية من النوم، انت مش عارفة انت هتعملي اكل ايه النهاردة، فدماغك تفضل تبذل مجهود جبار في التفكير، بس ايه الاكل اللي انا هعمله، ويا ترى انا عندي مكونات بتاعته ولا لا، ويا ترى انا هلحق اعمله ولا لا. كل الحاجات دي يعني بتاخد مجهود في الاخر، فبتحسي ان انت مجهدة على الفاضي. يعني مع ان الموضوع لو كان جاهز من بدري، بتحسي ان انت جهازك العصبي اهدى، انت اهدى مش متنشنة. فالاطفال لما بيبقوا عارفين ايه اللي وراهم، ما بيبقوش متنشنين، وبيركزوا في المهمة اللي بيعملوها، في النشاط اللي بيعملوه. فبالتالي بيبقوا اهدى، ما بيبقوش عصبيين، بيبقوا عارفين ان ماما هتوافق على ده عشان هو محطوط في روتين، مش عشان هي مزاجها رايق او مزاجها لا لا، هي النهارده موافقة عشان مش عارفين هي هتوافق ولا ترفض، هي عارفين رأيها من قبل ما يقولوا اصلا، عشان هم عارفين الحدود بالنسبة لهم واضحة وصريحة. فالروتين مش حاجة مملة. ومن ضمن الروتين برضو هيعرفوا ان في وقت مثلا ماما بتقعد فيه لوحدها، فوقت ماما وبابا بيقعدوا فيه لوحدهم، فبيبدأوا يحترموا كمان مساحات الشخصية بتاعتكم في البيت. يعني خلاص هم عارفين إن الروتين غير الروتين كزمان، الروتين برضو كمكان، ده المكان والله اللي بناكل فيه، ده المكان اللي بنلعب فيه، ده الوقت بتاع بابا وماما لوحدهم، ده الوقت بتاع ماما لوحدها. بابا اول ما بيرجع من الشغل محتاجين نسيبه مثلا لوحده، فخلاص هم عارفين ومطمنين ان لينا الوقت بتاعنا الخاص مع ماما وبابا ونلعب معاهم. كل ما هو محطوط في الروتين، كل ما بيهدي الجهاز العصبي بتاع الطفل، فكل ما بيساعده ان هو ينمو بشكل مستقر، ما يبقاش قلقان، ما يبقاش خايف يا ترى ماما وبابا بيفكروا في ايه دلوقتي، يا ترى هيرفضوا المرة دي مش هيرفضوا. فالروتين بالتالي بينمي عندهم حتة المسؤولية، عشان هما بيعتمدوا على نفسهم، بالتالي ان في ورقة بتخلينا عارفين ايه اللي ورانا بعد شوية، إيه اللي مطلوب مننا. فانا مش لازم ارجع لماما او بابا، انا برجع للورقة على طول. الحاجة التانية بتهدي الجهاز العصبي بتاعهم، عشان هو مش قاعد قلقان ومتوتر يا ترى ايه المصيبة اللي طالعه لي بعد شوية، ايه المفاجأة اللي طالعه لي بعد شوية. لا، هو قاعد مطمن، فبالتالي تركيزه كله على اللي انا هعمله. الاختيارات بتاعته قلت، فلما الاختيارات بتقل، ال- الجهاز العصبي بتاعه يبدأ يهدى، فيبدأ ينمو وينضج بشكل سوي، ويبقى حاسس باستقرار نفسي. ده كده يعني بشكل مختصر شويتين ثلاثة عن الروتين وأهميته، وإزاي إن هو بيساعدنا إن احنا ننمي قيمة المسؤولية عند الولاد والحرية برضو. وبس كده. وشاركوني برضو لو انتوا كنتوش بتعملوا روتين وبدأتوا تعملوا روتين، ايه الحاجات اللي فرقت في شخصية ولادكم، وايه واشكال الروتين المختلفة اللي انتوا يعني شايفين ان هي مفيدة للطفل. شكرا.